السلام عليكم ومرحبا بكم في آخر جولة من داخل الملعب مولاي عبد الله بالرباط. الملعب واصل لمراحل متقدمة بزاف من الأشغال، والتفاصيل اللي باينة اليوم كتشير أن كل شيء غادي في الاتجاه الصحيح. وها أبرز النقاط: تركيب الكراسي كيوصل للمرحلة الأخيرة، الأشغال ديال الكراسة واصلة لآخر اللمسات، في أغلب المدرجات تكملوا وبقات فقط بعض الزوايا وبعض اللمسات الأخيرة. شاشات ليد بين المدرجات، من أبرز المفاجآت هو ظهور الشاشات الرقمية ليد بين صفوف المدرجات، واللي كتخدم للإعلانات أو لعرض الرسائل التنظيمية. منظرها جد عصري وزدت من الجمالية الداخلية ديال الملعب، وكتخليه واحد الفضاء احترافي حقيقي بحال الملاعب العالمية. شاشات الإشهار على جانب الأرضية، تم تركيب شاشات إلكترونية طويلة في جنبات المستطيل الأخضر، وهاد الشاشات مخصصة للإعلانات أثناء المباريات. الأرضية والعشب، الأرضية باينة في شكل رائع، والعشب الطبيعي اللي تركب من أسابيع باين عليه الجودة والتناسق، وكأنه جاهز للمباريات الرسمية بلا أي ملاحظات. والصور والفيديوهات اللي خرجت من داخل الملعب كتشهد بجمالية العشب وألوانه المتناسقة. الخلاصة: الكراسة في مراحلها الأخيرة بقات غير لمسات بسيطة. شاشات الليد الرقمية ركبوا بين المدرجات وكتخدم بشكل رائع. شاشات الإشهار على الأرضية تعطات لمسة احترافية. العشب الطبيعي كيبان في حالة ممتازة وجاهز للاستعمال. وكل إشارات كتوحي أنه غادي يكون واجد في الأشهر القليلة القادمة قبل كأس إفريقيا 2025 إن شاء الله. قولوا لنا في التعليقات شنو رأيكم في هذا التقدم، وما تنساوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. تحياتي لكم ونتلقاو في فيديو جديد إن شاء الله.